موعدكم مع المغرب العربي على فرانس 24. على مدى ساعة كاملة عرض إخباري خاص بهذه المنطقة يشتمل على تقارير ميدانية ونقاشات معمقة. وماذا بعدها؟ الساعة المغاربية على فرانس 24 وفرانس 24.com. عدد قياسي من الوفيات بكوفيد-19 في ألمانيا في اليوم الأول من إعادة الحجر الجزئي، ورئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أن التلقيح ضد الفيروس سيبدأ في اليوم نفسه في كل دول الاتحاد. القضاء الفرنسي ينطق بالحكم في قضية المتهمين الذين دعموا مخطط هجمات عام 2015 ضد صحيفة شارلي إبدو الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية. جماعة بوكو حرام في نيجيريا تتبنى خطف أكثر من 300 طالب من مدرسة للبنين في ولاية كاتسينا، والسلطات النيجيرية تقول إن البعض تمكن من الهرب. أهلا بكم. سجلت ألمانيا عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 تزامنا مع دخول الحجر الجزئي حيز التنفيذ، وتوفي أكثر من 950 شخصا في الساعات 24 الأخيرة. نحو 83% من أسرة العناية المركزة مشغولة في العيادات في جميع أنحاء البلاد. تدهور الوضع الصحي في ألمانيا دفع بالسلطات إلى ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي للتعجيل بإصدار التراخيص اللازمة قبل عيد الميلاد للبدء باستخدام لقاح شركتي فايزر بيونتك. ألمانيا تودع الحياة الطبيعية بسبب كورونا. هدوء تام يعم الشوارع الرئيسية. ففي محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات والوفيات بكوفيد-19 أعادت السلطات الألمانية حجرا جزئيا أكثر صرامة من الربيع الماضي، مثل إغلاق المتاجر غير الضرورية والمدارس والحضانات، وحصر التجمعات على 5 أشخاص وعلى 10 أشخاص في عيد الميلاد، واعتماد نظام العمل عن بعد. ففي سباق مع الزمن توافد الألمان يوم أمس على المحلات التجارية لشراء هدايا عيد الميلاد. Ich brauche noch ein paar Geschenke kaufen und das ist für mich sehr unmöglich, dass so viele Leute hier da sind. ألمانيا تميزت خلال الموجة الأولى بتحكمها المثالي للجائحة، واليوم تعاني من ارتفاع حاد في عدد الوفيات، إذ سجلت يوم أمس رقما قياسيا. فالإغلاق الجزئي يهدف إلى تجنب ازدحام في نظام المستشفيات بعد خدمات العناية المركزة تبلغ أقصى طاقتها. بحسب اتحاد الأطباء حوالي 83% من أسرة العناية المركزة مشغولة في العيادات في جميع أنحاء البلاد. Neuinfektionen gibt und von daher wird auch die Anzahl der Intensivpatienten jetzt in den nächsten Wochen noch steigen, auch nochmal, glaube ich, deutlich steigen. Kommen mehr Patienten, die bleiben ja auch relativ lange, dann muss man eben entsprechend dann verschieben. يتوقع الكثير من الخبراء أن يبقى عدد الإصابات مرتفعا بعد 10 من يناير. هدف الحكومة هو الوصول إلى معدل أسبوعي ب50 إصابة لإعادة فتح المتاجر. في موضوع آخر، اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب، وطالب الأعضاء الجمهوريين في المجلس بعدم الانضمام لأي عضو في مجلس النواب قد يعترض على نتائج الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس في 6 من يناير المقبل. بعد جلسات استمرت 3 أشهر، يصدر القضاء الفرنسي اليوم أحكامه على 14 متهما قدموا دعما لمخطط هجمات عام 2015 ضد صحيفة شارلي إبدو الساخرة وفي محل لبيع الأطعمة اليهودية. ينضم إلينا موفد فرانس 24 عمار الحميداوي. أهلا بك عمار. بدأت جلسات النطق بالحكم، ما آخر التطورات؟ نعم عزيزة، على الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت باريس بدأت هذه القاعة، قاعة 2002، بالاستماع إلى رئيس المحكمة الاستثنائية الخاصة بقضايا تتعلق بالإرهاب ريجيس دو جورنا، يقرأ يعني لوائح الاتهام التي يمكن تثبيتها على المتهمين. هناك أكثر من 250 سؤالا
يجيب عليهم الآن القضاء الفرنسي الممثل بريجيس دو جورنا في هذه القضية. هناك يعني تم تثبيت الأحكام ربما بدون النطق على الحكم النهائي. من المنتظر أن يتم يعني الإعلان عن الحكم النهائي في نهاية هذا اليوم. يعتقد أن هذه الجلسة ستستمر لأكثر من ساعتين، وذلك لأنها سيكون من خلالها النطق بما يتعلق ب14 متهم، وهناك كما ذكرت 250 سؤال يجب على رئيس المحكمة الإجابة عليها، ومن بعد ذلك سيتم ربما تأكيد الأحكام. عزيزة، تم يعني قبل بداية هذه الجلسة تم تسريب بعض المعلومات من قبل فريق الدفاع عن المتهمين بأنه فيما إذا تم تثبيت الأحكام، وهي التي تتراوح بين 5 إلى سنوات إلى مؤبد بحق المتهمين، سيقوم الدفاع ربما باستئناف هذه الأحكام. ماذا يعني استئناف هذه الأحكام عزيزة؟ يعني إذا تم المصادقة على هذا الاستئناف سيتم إلغاء كل هذه الأحكام التي تصدر اليوم، وسيتم توسيع دائرة القضاة المشاركين في هذه المحكمة. الآن هناك 4 قضاة، في إذا يعني فيما إذا أخذ بنظر الاعتبار هذا الاستئناف سيكون هناك 9 قضاة، أي يضاف 5 قضاة جدد، وسيتم إعادة دراسة كل هذه المحكمة من البداية. لدى فريق الدفاع 10 أيام لتقديم هذا الاستئناف. لا نعلم في الوقت الحالي فيما إذا سيذهب إلى هذا الاتجاه، لكن في الوقت الحالي يتم قراءة وتثبيت بعض الأحكام ولكن دون النطق النهائي. من المنتظر أن يكون ربما بعد 2 ساعات من الآن. شكرا جزيلا لك عمار الحميداوي موفد فرانس 24. أشارت رسالة صوتية نسبت إلى زعيم جماعة بوكو حرام في نيجيريا بأن الجماعة الإسلامية المتشددة مسؤولة عن خطف أكثر من 300 طالب من مدرسة للبنين في ولاية كاتسينا بشمال غرب البلاد. خطف المسلحون الفتية من مدينة العلوم الحكومية في بلدة كنكرة يوم الجمعة. السلطات قالت في ولاية كاتسينا أن بعض الطلاب تمكنوا من الهرب، لكن نحو 320 ما زالوا مفقودين. كل يوم يتجمع أهالي الطلاب المختطفين أمام مدرسة أبنائهم في بلدة كانكرا شمال غرب نيجيريا، يصلون لعودتهم وينتظرون خبراً يطمئنهم عنهم. ابن هذه السيدة ذو 14 عاماً هو من بين المختطفين. هناك أكثر من 520 طفلاً مفقوداً، كلهم لديهم أمهات، هم أولادنا. أنا لا أبكي فقط على طفلي ولكن أبكي من أجل جميع الأطفال. من هذه الفتحة في الجدار تسلل مسلحون إلى مدرسة للبنين يوم الجمعة الماضي واختطفوا الطلاب. تشير رسالة صوتية لرجل يدعي أنه زعيم جماعة بوكو حرام إلى أن الجماعة مسؤولة عن عملية الاختطاف، عملية استهدفت ولاية كاتسينا التي يتحدر منها رئيس البلاد. تخيلوا اختطاف أطفال في الولاية التي يتحدر منها الرئيس. هذا غير عادل وليس جيدا. لم تؤكد الحكومة النيجيرية ما جاء في التسجيل الصوتي، لكنها تقول إنها على اتصال بالمسلحين وتتفاوض على إطلاق سراح الأطفال. الولايات المتحدة التي أدانت حادثة الاختطاف قالت إنها تحقق من جهتها في تورط بوكو حرام. أرجى الاتحاد الأوروبي تقديم